أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم للركن الحواري الثاني، وهو من الموضوعات الهامة جدا حول دور المصريون في الخارج، القوى الناعمة لمصر. طبعا المصريين في الخارج ممكن خلال الهجرة أو العمل في الخارج لسنوات طويلة، لكن تظل جذورهم راسخة وقوية في أرض الوطن، ومتابعين لكل أخبار الوطن، وداعمين وأيضا مشاركين في الكثير من القرارات. دورهم مهم جدا في هذا التوقيت على وجه الدقة، توقيت صعب ومهم جدا في تاريخ المنطقة. فقط هنتحدث عن هذا الدور الهام للمصريين أو الجاليات المصرية في الخارج، وعلى وجه التحديد الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية. وبيشرفنا اليوم على الهواء أستاذ جمال الشربجي، رئيس الجالية المصرية بمنطقة الإحساء، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين. أهلا بيك يا أستاذ جمال، منورنا في القاهرة هذا المساء. اهلا بحضرتك يا فندم. أكيد حضرتك تابعت زي كل المصريين الزيارة التاريخية اليوم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر والكويت الشقيقتين. كيف ترى هذه الزيارة في هذا التوقيت البالغ الدقة على وجه التحديد؟ الحقيقه يعني اشكر الاول معلش يعني اسره البرنامج على أهلا الدعوه بك. الكريمه دي. أهلا. وبالنسبه لزياره فخامه الرئيس السيسي، مم. زياره في غايه الاهميه الحقيقه أيوة. في الوقت الراهن اللي احنا بتمر بيه المنطقه العربيه بالذات. فطبعا زياره ذكيه جدا مم. وفي غايه الاهميه مم. لدوله قطر الشقيقه ولدوله الكويت. تمام تمام. عايزة أتكلم عن المصريين في الخارج طبعا، وحضرتك خير من يمثلهم، وبنقول دورهم مهم جدا ودورهم قوي جدا، ودايما مصر يعني نقدر نقول ما تستغناش عن أبنائها في الخارج. أكيد في هناك آليات للتواصل بشكل مباشر بين الجاليات المصرية في الخارج والقنصليات. يا ريت حضرتك تدينا فكرة عن آليات هذا التواصل. يا فندم احنا مش بس القوى الناعمه أيوه. لمصر، لا احنا الظهير الشعبي أكيد. وجيش مصر التاني، أكيد. واحنا عيون مصر. أكيد. ويعني كلنا يعني حب لمصر بلدنا. أكيد طبعا طبعا. كلنا انتمائنا لبلدنا الشعب ولقادة المصري بلدنا. عموما في الداخل طبيعي. أو الخارج هو شعب أصيل اكيد. وعاشق لوطنه بالظبط. حقيقة. بالنسبه للمحور اللي حضرتك بتتكلمي فيه بالنسبه لدور القنصليات، آه. الحقيقه الخارجيه المصريه مم. مشكوره بامانه في الفتره ديت. يعني احنا بنشوف حاجه ما شفناهاش قبل كده، مم. تحرك يعني على اعلى مستوى من ناحية إيه بالظبط؟ من ناحيه آه. الساده السفراء مم. والساده القنصل العام على مستوى العالم كله. أيوه. بنلاقي تحرك ملموس جدا جدا جدا. ولما بنتكلم على السعوديه، احنا عندنا قنصليتين، قنصليه في جده مم. المستشار احمد عبد المجيد، كويس. سفير احمد عبد المجيد، والسفير طارق المليجي. ده في الحقيقه احنا جدة. بنشوفهم في كل المناسبات، ده في جدة. في جدة وفي الرياض. والرياض طبعا طارق المليجي في العاصمة. الرياض، أيوه. السفير طارق المليجي في الرياض والسفير احمد مجيد في جدة. بنشوفهم في المشاركات، سواء في فعاليات، سواء في اجتماعات، سواء في اللقاءات الودية والقروية لأبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية. رائع. وبينتقلوا من مكان لمكان. والشهادة لله ان انا اقول برضو انهم على مسافة واحدة من كويس. كل المصريين. كويس. فده يعني خلى يعني زرع ما كناش بنشوف الحاجات دي. انا واحد من الناس قعدنا في مدينه الاحساء 30 سنه لحد ما في قنصل عام جه زار المدينه بطلب مني انا شخصيا. أيوه. لكن دلوقتي الحمد لله، دلوقتي انا بشوف الساده القناصله بيتحركوا، وانا اشوف برضه زمايلنا على مستوى العالم، سواء في المانيا، سواء في فرنسا، سواء في هولندا. انا بشوف كل السفراء النهارده بيجتمعوا بابناء الجاليه بالجاليات المصرية في الحقيقه. كل دول العالم. معالي الوزير بدر عبد العاطي عمل حاجه غير مسبوقه. طفرة.
طفره ده بامانه. ده المطلوب، بامانه. وده شيء جميل ومهم جدا. عايزة اتكلم معاك برضو يا استاذ جمال. طبعا المنطقة العربية بتمر بظروف غير عادية، واحنا كلنا متابعين طبعا للتحديات اللي بتواجه مصر، والمخاطر اللي يعني بتحيط بيها حتى من خلال حدودها الأربعة، والمواقف لبعض الدول، مواقف فيها شكل تآمري على مصر. النهاردة المصريين في الخارج شايفين التحديات اللي مصر بتواجهها ازاي، وايه اللي بيعملوه او بيقوموا بيه لمواجهة التحديات دي مع الوطن؟ المصري يا فندم بطبيعته غيور على بلده. اه. دي طبيعه في جميل. المصري من قديم مم. الازل. مم. وطبعا احنا بنتابع كل الاحداث الراهنه والمحيطه بالمنطقه دلوقتي. وكلنا يعني يعني الجاليه المصريه على مستوى العالم النهارده عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. احنا قريه صغيره، احنا فعلا. كلنا بنلتقي، فعلا. واحنا مش بنسال بعض، احنا بنشوف بعض تقريبا شبه يومي ايوه. عن طريق التواصل الاجتماعي، مم. سواء من البوستات، سواء من المقابلات الجروبات. بالظبط يا الشخصية فندم. او احنا يعني الصفحات المخصصة. انا ايوه. بشوف زمايلي في امريكا وفي اوروبا وفي كل بلدان العالم، ايوه. وهم بيشوفونا في الخليج. يعني احنا كويس. بنتقابل كلنا اه. على طريق مم. التواصل مم. الاجتماعي. مم. لكن احنا بنقول احنا كجاليه مصريه، مم. وبما اننا يعني جزء اصيل من هذا الوطن، مم. ان احنا بنؤيد ونساند وندعم مم. فخامه الرئيس في كل القرارات اللي هو بياخدها. مم. وانا عايز يعني اقول حاجه، رساله للعالم كله باسره، مم. ان يعني من واقع كتاب الله سبحانه وتعالى: مم. واذا كتب عليكم القتال، مم. فيعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ايوه. وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى ان اه. تحبوا شيئا وشر لكم، ايوه. وليكمن الخير في الشر. ايوه. ولكن احنا بنقول اذا كتب علينا القتال، فاحنا كمصريين مم. ما لنا غير الحسنين، يا اما النصر يا اما الشهاده. ايوه طبعا، فاحنا كلنا بنقول فداء مصر كل طبعا. ابناء ايوه. الجاليه على مستوى العالم، مم. 13 مليون مصري، مم. بنقول لا للجهاد، لا للتهجير، لا للتهجير، لا ايوه. للتهجير، اسف، لا للتهجير. مم. فلسطين بلد عربي وتظل عربي طبعا. مدى الحياه. طبعا. ده موقف المصريين في الخارج. اكيد طبعا حضرتك عارف الجهد المبذول من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح اكيد. السيسي والحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية لأرض مصر، سواء عربية أو أجنبية. أكيد للجاليات المصرية دور مهم أيضا في تسويق هذه الاستثمارات على أرض مصر، وليهم دور أيضا في المشاركة في هذه الاستثمارات. كلمني برضو عن دور الجاليات المصرية، وعلى وجه التحديد الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، عن دعم الاقتصاد المصري وإقامة مشروعات استثمارية على أرض مصر. احنا شهدنا في الاونه الاخيره يا فندم يعني استثمارات كبيره جدا لمنطقه الخليج، السعوديه والكويت أكيد. وقطر، ويعني بنشوف استثمارات كبيره جدا من خلال الاستثمار العقاري بالذات. فالدوله سمحت لكل دول الخليج النهارده وفتحت لهم ابواب الاستثمار، وهم بالامانه لبوا يعني طلبات ده الدوله. حقيقي، وفي ايضا تيسيرات الحقيقه كبيره جدا قدمت ليهم. فين بقى المستثمرين المصريين بقى، المصريون في الخارج؟ موجودين يا فندم، بس احنا يعني كان لنا يعني مطلب بسيط كده من فخامه الرئيس بانشاء شركه وطنيه للمصريين بالخارج. والشركه دي تكون صناعيه زراعيه. احنا مش محتاجين غير قطعه تهتم بقطاع الصناعه والزراعه في مصر نفس الوقت، عشان نستغل الزراعه في الصناعه طبعا، والصناعه نستغلها في التصدير الخارج، ومن خلالها نقدر نحصل على العملات الاجنبيه. ايوه. والحمد لله انت شفتي النهارده يعني التحويلات المصريين بالخارج وصلت الرقم قياسي. احنا اخر رقم وصلنا له 29.6 مليار دولار في السنه. فدي يعني رقم غير مسبوق. احنا في 2023 كنا بعيد عن الرقم ده خالص. طب ليه حضرتك بتقول المصريين في الخارج يعني عندهم امل او مطلب ان يكون هناك انشاء لشركه
استثمار زراعي صناعي، يعني ليه المجالين دول فقط؟ ما عندنا مجالات كثيرة للاستثمار في مصر زي الطاقة النظيفة، مجال السياحة طبعا على رأس هذه المجالات. ليه ما يكونش في تنوع في الاستثمارات الخاصة بالمصريين في الخارج على أرض مصر في مجالات مختلفة؟ ده سؤال في غاية الأهمية أيوة الحقيقة. فعلا. المصري بره عارف انه هيرجع، هيعود لبلده مرة أكيد تانية، أكيد. فهو عايز يشتغل في مجال يعود عليه مش بس بالنفع في المادي فقط، ممكن هو يشتغل بنفسه فيه، أكيد. ممكن يشغل أولاده فيه. فده الهدف، ان احنا برضو بنبص لتشغيل الأيدي العاملة سواء في مجال الصناعة أو في مجال الزراعة. أيوة. فده يعني نقطة مهمة جدا الحقيقة يعني. وبعدين لكن عندكم استعداد جدا يا فندم. للمصريين في الخارج أن تستثمروا في مجالات أخرى غير ليه الصناعي لا؟ ليه والزراعي لا يا فقط؟ فندم؟ انا قلت شركه، آه. لكن يعني من اهم آه. بنودها الصناعه والزراعه، لكن ليه آه. لا ما يكون في استثمارات في مجالات اخرى؟ طبعا ده مهم جدا. واحنا مش عايزين نكلف والمصريين الدوله. أولى احنا أولى مش بخير بلدهم احنا مش عايزين حقيقة. من الدوله غير الارض. آه. يعني فخامه الرئيس خص لنا قطعه ارض مم. للمصريين بالخارج، واحنا عندنا بسم الله ما شاء الله عندنا يعني مواهب كتير، وعندنا علماء كتير بره، أكيد. وعندنا يعني من كل يعني في قامات مصريه في الخارج، ونفسهم بقى نفسهم يعملوا حاجه في مصر. إن شاء الله، وده يعني المنتظر منهم دائما. طبعا حضرتك أكيد بتسافر السعودية وتعود لأرض الوطن زيك زي كل المصريين، بتشاهد في كل زيارة اختلافات تطوير طبعا. وتعمير طبعا. وإنجازات ومشروعات كبيرة جدا. أنتوا كمصريين في الخارج كيف تنظروا لهذه المشروعات الضخمة وتغيير شكل الحياة في كل المجالات على أرض مصر؟ يا فندم انا بقيت بحس ان التغيير شبه يومي، مش شبه كل اجازه. يعني انا ممكن اكون ماشي في منطقه ما احنا النهارده، شايفين بكره برضو الاقي حاجات جديده. صور على الشاشة للجاليات المصرية في الخارج ودعمهم وبقوة للدولة المصرية ولوطنهم ولقيادتهم السياسية اكيد يا فندم في اكيد. مواقف كثيرة جدا، ودايما بيظهروا حقيقة بصورة مشرفة داعمة لوطنهم. اتفضل يا أستاذ دول جمال. زملائنا في اوروبا، طبعا مصريين في طبعا. أوروبا، اكيد في قارة أوروبا. بالظبط. اتفضل. بتقول لما باجي مصر بقى واشوف التغيير بلاقي اللي طبعا حاصل. طبعا، لان يعني مصر بقت خلاص حاجه تانية، بقت حاجه تانية من ناحية بامانه ايه؟ في كل يعني حاجه يا فندم، حضرتك اكيد في بتغيب كل حاجه. سنوات طويلة. احنا لما اه. نتكلم على الانجازات ده احنا ايوه. عايزين يا فندم حلقات مش حلقه واحده. ايوه. لكن نقول انا كده اذكر بعض منها اذكر كده. منها يعني اه. يكفي ان في النهارده طريق 4800 كيلو، ما شاء الله. معلش طريق، ايوه. والكباري اللي اتعملت. ايوه. لما نتكلم على 3 محطات كهرباء، اه. لما نتكلم على 39 مدينة سكنية، ايوه. لما ايوه. نتكلم على 22 مدينة صناعية، ايوه. لما نتكلم على يعني على يعني على حاجات كتير جدا جدا جدا. طب ده شيء اكيد طبعا ده مهم يعني ودافع ليكوا كمصريين في ده الخارج غير ان طبعا انتوا العاصمة الإدارية، ده طب يعني ده في حاجات تستثمروا في كتير. مصر بقى. ايوه. طيب نتكلم برضو عن دور وزارة التربية والتعليم من خلال مبادرة اسمها أبناؤنا في الخارج اه لتلبية احتياجات أبنائنا الدارسين من أبناء الجاليات المصرية في الخارج. كلمني برضو عن ده واحتياجاتكم إيه وطلباتكم إيه برضو يا أستاذ جمال. احنا الحقيقة نقدم كل الشكر للمسؤولين بوزارة التربية والتعليم، أيوة. ان هم الحقيقة يعني سهلوا علينا في الخارج. أيوة. النهارده التقديم اصبح على النت. عملوا ترمين زي برضو، ده كانت طلبات زملائنا في مؤتمر الكيانات أيوة. في النسخة الأخيرة، والوزارة لبت طلباتهم. الحقيقة بقى في نظام الترمين دلوقتي، الامتحانات بقت على نظام برضو للنت دلوقتي، ولكن الكمال لله سبحانه وتعالى. احنا بنطالب معالي الوزير يعني او المسؤولين في الوزاره يعني بتحسين الوضع شويه في بعض الامور. النهارده التواصل كله بيتم عن طريق النت. النت. كويس. احنا دلوقتي عايزين تحديث للبوابه الالكترونيه اللي هي المنصه الالكترونيه اللي معلنه للتواصل هناك.
ايوه. لان فيها عبء. احنا يا فندم احنا 2 مليون و600 الف في السعوديه بس، يعني عددنا في محتاجين عددنا. مثلا قناة أخرى دي السعوديه فقط. للتواصل. أيوة، لأن بيبقى في ضغط على القناة دي، ما بالظبط. بتقدروش توصلوا لها طول بالظبط، دي الوقت. نقطه. النقطه الثانيه، هم معينين مشرف لكل فصل دراسي، كويس. مشرف واحد. اه. طب المشرف ده هيغطي مين ولا مين في البلاد العربية؟ الدول الأوروبية يمكن ما فيش عددهم أقل أعتقد، يعني شوية. اه. إيطاليا أعتقد، ويعني مم. وبعض برضو المدارس المصرية في ألمانيا. مم. لكن بقية الدول يعني هي تعليمها بيختلف عن النظام أبنائنا في الخارج. تمام. لكن لما نتكلم عن البلاد العربية احنا محتاجين في مشرف، نعمل مشرفين، اثنين مشرفين. وبدل ما يبقى في ايميل، يبقى في ايميل ورقم تليفون المشرف كويس. لكل فصل. يعني دي حاجه. اه. الحاجه الاهم من دي، واللي الشكاوي كتير جات لي منها، نظام الاوراق. الاوراق بتسلم للوزاره دلوقتي عن طريق البريد. مم. فاحيانا يتاخر البريد، احيانا يضيع بعض الاوراق بالخطا. مم. فدي بيحجب الامتحان على الطالب. ايوه. يجي وقت الامتحان بيبقى فيه حاجات لان ورقه مش موجود. ايوه. عايزين عن طريق المكاتب الثقافيه في كل الدول المعنيه بالامر انه يسلم الاوراق للمكتب الثقافي وترسل في حقائب دبلوماسيه تمام. زي ما كان الوضع في الاول. يعني ده مطلب من كل الجاليه الحقيقه. يعني جميل جدا. نقطه اخيره في آه. ملف التعليم، وده طلب معظم ابناء الجاليه في الخليج بالذات. احيانا بيتعرض ولي الامر لمرض او لحادث او لانتهاء العقد بتاعه. في الحاله دي بيضطر ينزل هو واسرته واولاده. اكيد. فالوضع الحالي انه بيدخل مدارس خاصه او جامعه خاصه. طب مش كل الناس العاملين في الخليج انه يقدروا يخشوا جامعات خاصه ومدارس خاصه. وده بيبقى ظرف يعني طارئ. زي برضو ما الدولة ساعدت المصريين في الخارج أيام كورونا. بنطالبهم برضو. يعني ما بقولش واحد جاب مجموع ضعيف وخرج بره سنة أو يعني اتنين ورجع يكون هناك. عايز طب يخش، لا أنا بقول أسرة. قدموا طلباتكم دي لوزير التربية والتعليم، وأكيد هيكون في استجابة، لأن دي برضو يهمهم طبعا إصلاح مصلحة طبعا. ومستقبل أكيد. أبناء أكيد. الجاليات المصرية صحيح. في الخارج. صحيح. برضو عايزة أتكلم عن قرار مهم وقرار إنساني جدا في حالة الوفاة لا قدر الله، إن جثامين المتوفين بتنزل مصر وتعود لأرض الوطن على حساب الدولة لغير القادرين. أعتقد إن دي لمسة إنسانية جميلة جدا. أكيد يا فندم، بس هي احنا عايزينها تتم بالشكل الصحيح. إزاي؟ بمعنى احنا عندنا نظام التأمين الصحي بالسعودية بيشمل نقل الجثمان. أيوه. بس التأمين الصحي ده فئات، فئة ألف، فئة ب، فئة س كده. أيوه. فمش كل الفئات هتشمل التأمين الصحي. أيوه. فمعظم العمالة اللي موجودة في الخليج عمال، معظمهم عمال، فدول طبعا ما ينطبقش عليهم الحاجات دي. فهم بيروحوا لبعض، يعني بعضهم بيروح للقنصلية بيقدم طلب، واحيانا بيطلبوا منهم يعني برضه شهاده فقر. واحنا عايزين نبعد عن النقطه دي بامانه شديده، ما يبقاش حد عنده حضرتك حاله بتقول وفاه. التأمين الصحي بيشمل فئات ألف وب وجيم؟ بعض الفئات بعض من الفئات. ناحية إيه؟ انه يرحل على حساب التامين الصحي السعودي؟ السعودي. آه. طب ما هي مصر أصدرت قرار إن الغير قادرين من المصريين في الخارج ترحل جثامين المتوفين. حضرتك القنصليه بتدفع، وبعدين بتطالب الجهات السعوديه بعد كده بالفلوس. طب عشان كويس. سرعه. طب ماشي. كويس لسرعه لكن الاجراء. ايوه، لكن في بعض الناس ما عندهاش تامين يا فندم. بعض الناس ما عندهاش تامين، لان دلوقتي العماله البسيطه اللي هو العماله ما هو ده الغير القادرين يا دكتور يا استاذ جمال. ما هنا اكيد القنصليه المصريه هتقوم هي بالدور ده للمصريين في الخارج اللي ما عندهمش تامين. ما هو ما عندوش تامين، يعني امكانياته ضعيفه، يعني غير قادر. الملف ده يعني احنا اتكلمنا فيه واتناقش كتير في لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس النواب. طب ايه المشكله هنا؟ ما صدرش قرار رسمي بالنقطه دي حتى الان. يعني حتى الان الموضوع بيتم عن طريق، عشان نكون امناء بس، لان احنا يعني لان اللي بيتم عن طريق التواصل. هنا في مبنى جنب الوزاره اهل المتوفي بيقدموا طلب ويقدموا شهاده فقر بانه ما عندوش ولا يعول ولا ياخد عشان ياخد.
احنا عايزين لا يبقى غير القادرين يرحل على نفقه الدوله مباشره. وانا اعتقد الملف ده يعني اكتر من حد من الساده النواب، واذكر النائبه غاده عجمي والنائب احمد الشريف يعني تبنوا الموضوع ده اكتر من مره وتناقش في مجلس النواب، لكن عايزين يصدر قرار رسمي صريح وواضح. أكيد طالما الدولة بدأت بالفعل بتنفيذ الموضوع ده، إن يرحل جثامين الغير قادرين يبقى نص لأرض صريح، الوطن، يبقى أكيد نص صريح. هيتبعوا قرار رسمي أو نص صريح. آم، في نقطه عايز بس اتكلم فيها بعد اتفضل اذن سعادتك لو تسمحي لي يعني. اتفضل. بالنسبه بعض الزملاء بيطالبوا بتجديد المبادره بتاعت جمرك السيارات وبتاعت مبادره التجنيد دي، يعني يا ريت برضه يعني يتم النظر الدراسه فيها. والنظر فيها بالظبط هو كده. عموما حضرتك النهارده اكيد صوتك من خلال برنامجنا القاهرة هذا المساء هيصل للمسؤولين، ومصر مهتمة جدا الحقيقة بالمصريين في الخارج والجاليات المصرية في الخارج، وبتدعمهم بشكل كبير زي ما هم أيضا بيدعموا وطنهم مصر اكيد يا فندم طبعا. بشكل كبير. أكيد. وأكيد من خلال المؤتمرات اللي بتنعقد على أرض مصر للمصريين في الخارج، انتوا بتقدموا طلباتكم وحصلت استجابات، وأفكاركم، وبيحصل تفاعل. وحصل تفاعل أيوه. واستجابات كتير. ومن خلال موقعكم الجميل ده انا بقدم خالص الشكر لمعالي وزير الخارجيه ولمعالي وزير الداخليه. جميل. كان عندنا اشكاليه بالنسبه للمصريين في الخارج في تجديد جواز السفر. طب ما كنا انا بنقعد 3 شهور و4 شهور. انا اعرف يا استاذ جمال ان قطاع الاحوال المدنيه بوزاره الداخليه في بعثات ووفود صحيح. بتسافر للمصريين في الخارج في كل دول العالم لاستخراج الاوراق الرسميه والثبوتيه بالنسبه لهم. دي كان يعني بالنسبه لو نتكلم على لجنه الرقم القومي. ايوه. الحقيقه اللجنه ما جاتش السعوديه من 4 سنين. وخدنا وعود في شهر ده اكيد. اكيد يا فندم. السعوديه كلها السعوديه لجنه الرقم ولا القومي جت ما جاتش لمدن معينه على ارض السعوديه المملكه؟ بنتكلم اصل اللجنه بتيجي للمملكه. ما جاتش في ال4 سنين الماضيين ولا مره. وكنا واخدين ميعاد في فبراير الماضي، وبعدين جدد الميعاد لشهر ابريل. لكن انا يعني بستأذن المسؤولين في الوزاره على حاجه بسيطه قوي. هم عملوا حاجه جديده دلوقتي، عملوا شباكين في كل قنصليه لتجديد الرقم القومي. كويس جدا. ليه ما يبقاش اصدار؟ احنا جواز السفر دلوقتي بيرسل من القنصليه لمصر في حقيبه دبلوماسيه. كويس. وده جهد مشكور، لان كانت دي اشكاليه كبيره جدا بالنسبه لكل مصري. دلوقتي جواز السفر الحمد لله من اسبوع لاسبوعين بيخلص. تجديد الرقم القومي ممكن ياخد 4 شهور ل6 شهور يا فندم. احنا بنطالب المسؤولين في وزاره الداخليه الموظف اللي موجود في كل قنصليه يتلقى اوراق لاصدار الرقم القومي ان شاء الله. طبعا يا ريت ان يعني شاء الله. واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، واكيد مصر بتكون مهتمه جدا بتلبيه كل احتياجات الجاليات المصريه في الخارج. لكن احنا نأمل ان الجاليات المصريه في الخارج يكون ليها دور اكثر فاعليه في الدعم الاقتصادي والاستثمارات ليهم على ارض مصر. يعني هم اولى بخير البلد. مش انا كل المصريين والله. كل المصريين في كل دول العالم، مش السعوديه لا يعني فقط. المصريين، لا ما قلتش السعوديه يا فندم، انا قلت لك احنا يعني في ان شاء الله كل المصريين على مختلف بقاع العالم كلهم بيأيدوا قرارات فخامه الرئيس ونفسهم يشوفوا مصر احسن بلد في العالم. يا رب. وان شاء الله هتبقى احسن بلد في العالم يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ودايما المصريين في الداخل وفي الخارج ايد واحده وعلى قلب رجل واحد، ودعم دائم للقياده السياسيه ولاهالينا في مصر ومن اجل امن وامان هذا الوطن. في ختام لقائي بشكر ضيفنا على الهواء استاذ جمال شربجي، رئيس الجالية المصرية بمنطقة الإحساء وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في السعودية. نورتنا يا فندم. شكرا. وسعداء بيك، وتحياتنا للجالية المصرية في المملكة العربية والسعودية. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. أشكرك. مشاهدينا كده وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا من القاهرة هذا المساء. وفي النهاية بأرسل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج، أسرة الإخراج
ميرفت رشاد، محمد رضوان، مروة ربيع، وأماني عناني، وأسرة التحرير محمد عرابي وأشرف عبد الموجود، ومدير التصوير محمد الدراولي. بشكر كل زملائي في استوديو 7 على الهواء. لكم مني أرق الأمنيات، حتى نلتقي. عبير محمود، إلى اللقاء.